عندي سؤال تجاوبني عليه بصراحة، اللي انت عايزاه يا موني. اسألي اللي في بالك وفي خيالك. والآن مع المفاجأة الكبرى. تتجوز كويتية؟ خلينا افكر كده. يا حبيبي وانت جنبي تفتكر انا هعمل ايه؟ انا مستعد اتجوز على طول دلوقتي النهارده لو لقيت البنت اللي انا بحلم بيها حالا. مستعد اخدها ونروح على المأذون دلوقتي حالا. كويتية بقى، مصرية، اماراتية، سعودية، اجنبية، المهم ان هي تكون البنت اللي فيها الشخصية اللي انا بحلم بيها. الشخصية واكتر حاجة شدتني ليكي انا يهمني في البنت الشخصية اكتر من الشكل. انت كذاب ابو صلاح. ولو تقدمت لك توافق؟ هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. لا، هو انا اللي لازم اتقدم لها، ما ينفعش هي اللي تتقدم لي. يعني لازم الراجل هو اللي يروح يتقدم للبنت. احنا مهر ما بندفعش، شبكة ما بنجيبش، الفاتحة مش حافظينها. والله جابني لك على طبق من ذهب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح، ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. مش عارف اقول ايه، انا محرج بصراحه يعني. سبحان الله. هو فعلا يعني لو على التيك توك سبحان الله، انت يا مون لايت جيتي من عند ربنا سبحانه وتعالى بجد. لو هنتكلم بقى بصراحه دلوقتي في اللحظه دي، وكانك جايه من عند ربنا سبحانه وتعالى فعلا. يلا ننصر شير.